بيكم في الحلقة الثانية من بوسطة، والنهارده جايبين لكم احدث اخبار الماركتينج والميديا، من تحديثات بتغير اللعبة لترندات بتولع السوق. ونبدأ مع اول خبر. امريكان ايجل اطلقت حملة ضخمة جدا مع النجمة سيدني سويني، والحملة كسرت الدنيا، والنتيجة كانت ان قبل ما السوق يفتح المبيعات ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، لدرجة انهم كسبوا اكتر من 700 الف عميل جديد وحققوا اكتر من 40 مليار ظهور اعلاني. صحيح كان في جدل حوالين شوية رسائل، بس ردهم السريع حول الأزمة لفرصة. يعني الشركة كسبت شهرة، عملاء جداد، توقعات بيع أعلى، وفي موسم الأجازات. طب يا ترى الناس في الشارع شايفين إيه؟ طب جايز، انا دلوقتي واقف قدام امريكان ايجل وغالبا بيصرفوا التموين منها. الزحمه بسبب الحمله اللي عملوها تحسك انهم بيوزعوا جنس ببلاش. ده مش جنس. واضح ان الحمله مش بس ناجحه، دي معموله تكسر الدنيا. ونروح للخبر التاني، وأبديت غير اللعبة في أدوبي بريمير. البرنامج أضاف ميزة جديدة وهي الأوبجكت سيلكشن، بمعنى إنك تقدر تختار أي عنصر في الفيديو بضغطة. كان زمان لازم تتعب وتقص وتعمل ماسك فريم باي فريم، دلوقتي كليك واحدة وتقص أي حاجة بسهولة. يعني باختصار المونتاج اللي كان بياخد ساعات يقدر يتعمل في دقايق. ده غير إن الأبديت الجديد هيخلي بريمير على الموبايل. وهنا سؤال بيطرح نفسه، تفتكروا هيكون منافس قوي لكاب كات؟ وعلشان نفهم الابديت ده غير حياه المونتيرز ازاي، معانا دلوقتي يوسف، مونتير قديم من ايام قص الشريط. قول لنا يا يوسف ايه رايك في الابديت الجديد؟ والله يا استاذه، انا كان عندي محتاجه كده من يومين مع كلاينت يعني، تمام؟ هقول لك عليها، اديكي مثل بيها. يعني مثلا اول يا استاذه كنت بلنك فيديو من على بريمير لافتر عشان اقدر اعزل، تمام؟ لكن دلوقتي انا بعزل عادي من بدوسة زرار واحده من على بريمير. يعني المونتاج بقى اسهل، كاني بشرب كوبايه قهوه. طيب هل شايف ان البريمير لما يكون على الموبايل هيخلي كاب كات تروح عليه؟ والله يا استاذه كده هياخد مكانه خالص، تمام؟ وهياخد الكيكه كلها. شكرا يا يوسف. العفو يا استاذه. ونختم مع خبر تقني رهيب من معرض IBC في امستردام. شركه كويك بلاي اعلنت عن منصه جديده اسمها AI ستوديو. يعني ببساطة هترفع للاي اي فيديو طويل عندك، وهو يستخرج لك منه اهم اللحظات علشان تستخدمها كريل وتحولها لمحتوى قصير جاهز لميتا وتيك توك ويوتيوب. خلونا نشوف الاجواء هناك مع مراسلتنا. يا جماعه المكان هنا مولع، كل الكرييترز بيهتفوا باسم AI ستوديو كانه نجم. لسه واحد كان بيقول لي ان هو كان بيقعد بالساعات يقص فيديوهات، دلوقتي بس وهو بيشرب شاي ممكن يعمل كده. بجد لو المنصه دي اشتغلت زي ما بيقولوا، حياه كل صانع محتوى هتتغير 180 درجه. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا. ما تنسوش تعملوا فولو واكتبوا لنا في الكومنت لو عايزين تسمعوا اي اخبار او ترندات الفتره الجايه، وافتكروا دايما انكم هتسمعوا مننا قبل ما تسمعوا من غيرنا.